عقوبات المفرج الصارمة لنجوم الهلال. القزع واللي ما يصلي الفجر يشبه محمد صلاح. أبرز تصريحات الإعلام على تألق سعود عبد الحميد مع روما. عاجل الهلال يتسبب في أرباح خيالية لمانشستر سيتي، صفقة واحدة أحدثت الفارق. كشف محمد جحفلي لاعب نادي الخلود الحالي والهلال سابقا عن صرامة فهد المفرج الرئيس التنفيذي لفريق كرة القدم خلال الوقت الحالي. جحفلي يتحدث عن صرامة فهد المفرج، وقال جحفلي في تصريحاته الأخيرة المصورة: فهد المفرج كان يطبق اللائحة بالملي. ويكمل: ما تصلي الفجر تحلق قزع خصم من راتبك. ويواصل: تعرضت للعقوبات من المفرج في مرات كثيرة. ويعتبر جحفلي أحد أبرز اللاعبين في الهلال خلال السنوات الماضية، حيث شارك في العديد من اللحظات الحاسمة والمؤثرة في ألقاب الزعيم. تغنت الساحة الإعلامية بتألق الدولي السعودي سعود عبد الحميد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي رفقة فريقه ببطولة الدوري الأوروبي. وافتتح سعود عبد الحميد سجل أهدافه بقميص روما أمس الخميس بعد قرابة 7 أشهر من انضمامه إلى الفريق، حيث أحرز الهدف الثاني لفريقه روما في الدقيقة 47 من عمر اللقاء في شباك سبورتينغ براغا البرتغالي بالدوري الأوروبي، والتي انتهت بفوز الذئاب بثلاثية نظيفة. الناقد الرياضي بسام الدخيل: انطلاقة سعود عبد الحميد خارجيا بدأت، وهو قادر على أن يصبح نسخة عربية أخرى من محمد صلاح. المحلل الرياضي عماد السالمي: سعود عبد الحميد هدفه اليوم سيعزز ثقته، وهو متعود على الضغوطات مع الهلال والاتحاد. الإعلامي الرياضي محمد البكيري كتب عبر حسابه بمنصة إكس: نعم كسب روما، لكن سعود عبد الحميد هو اللي انتصر. كشف تقرير هام عن أرباح قياسية حصدها نادي مانشستر سيتي الإنجليزي جراء فترة الانتقالات الصيفية الماضية. وكان مانشستر سيتي قد قام ببيع البرتغالي جواو كانسيلو قبل أيام من إغلاق فترة الانتقالات الصيفية الماضية إلى صفوف نادي الهلال. وينتهي عقد كانسيلو مع الهلال في يونيو 2027 بعد أن انضم للزعيم في الصيف الماضي، قادم من مانشستر سيتي مقابل 25 مليون يورو. أرباح قياسية. وكشفت شبكة سيتي إكسترا بأن مانشستر سيتي كسب في الانتقالات الصيفية الماضية 100 مليون جنيه استرليني. جزء من قيمة هذا الربح كان بسبب انتقال كانسيلو إلى الهلال. وسجل كانسيلو هدفا وحيدا مع الهلال، فيما صنع 8 أهداف خلال مشاركته في 19 مباراة بمختلف البطولات،